ان في واحد باعت لي شاسيه مصري بيقول لي عندك من ده زي الاستيراد، فقلت له معاك ده مصري. فطبعا الراجل قال لي طب وريني المصري، فقلت له مش هقول لك، انا هنزل لك فيديو كامل للناس كلها عشان الناس كلها تشوفه وتعرف الفرق بين الشاسيه الدايو الاربعه المصري والشاسيه الدايو الاربعه الاستيراد. النهارده اعرض عليك الحاجات البسيطه الباينه، اما طبعا في فرق كبير جدا في اللحام في الخامات بتاعه الشاسيه. طبعا الحديد ده مختلف عن الحديد ده، واللحام ده مختلف عن ده، والدهان كمان. ولكن هنتكلم في الفروقات البسيطه، لاي حد يشوف الفيديو ده بعده على طول يعرف الشاسيه المصري ويعرف الشاسيه الاستيراد، او يعرف الفرق بين الشاسيين لما يروح يشتري ما يضحكش عليه. طبعا ناس كتير هتقول لك ان الشاسيهات ده زي بعض ومفيش فرق، لا طبعا مهم جدا ان انت تعرفهم، بالذات في الدايل الاربعه، لان الدايل الاربعه من اكتر المكن اللي ماشي في السوق، فلازم نفرق ما بين الشاسيين. تعالى معايا يا محمد. اول حاجه لازم تعرف، بص ده الشاسيه المصري. طبعا الشاسيه ما فيهوش اظرف من تحت ولا فيه اظرف من فوق. طبعا الشاسيه بيبقى فاضي اظرف، اي حد ممكن يحط لك زفين، ولكن احنا بنقول اللي جاي من الشركه. طبعا البرشامه هنا عندك مفيش اي بيانات فيها خالص، وطبعا الشاسيه زي ما انت شايف ومكتوب هنا مش عارف ال دبليو، وساعات بيبقى مكتوب اتش اس والكلام كله، بس ما بيبقاش مكتوب نفس الكلام المكتوب على الشاسيه الاستيراد. خلينا بقى نروح بقى للشاسيه الاستيراد وجمال الشاسيه الاستيراد. اول حاجه شاسيه الاستيراد هتلاقي مكتوب هنا دي واي 4 عشان المكنه دايره 4. تاني حاجه هتلاقي هنا في برشامه، والبرشامه هنا فيها بيانات. طبعا هتلاقي بيانات بالكامل، هنا 2025 وهنا 149 عشان المكنه 150، وهنا دي واي 150 4 ايه عشان المكنه دايو 4. وطبعا هتلاقيه نازل بالنظرف بتاعته من فوق، وهتلاقيه نازل بالنظرف بتاعته من تحت. طبعا بعيدا بقى ان خامات الشاسيه نفسه كشاسيه اتقل ولحاماته نظيفه جدا. وطبعا عايز اقول لك حاجه، الدهان بتاعه هتلاقيه مختلف عن الثاني، طبعا زي ما انت شايف حاجه محترمه جدا. طبعا هنقول الكلام ده كله لكل الناس اللي عايزه تشتري، طبعا تشتري ده 4 عشان سواء من عندنا او من عند غيرنا تبقى انت عارف، مش محتاج ان انت تيجي تاخد من عندنا حتى لو تشتري من بره، بس انت تبقى عارف ان انت بتاخد حاجه استيراد 100%. طبعا مواتير ان شاء الله باذن الله ما فيهاش مشكله، ولو عايزنا نشرح لك المكنه بالكامل تاني عشان تعرف المكنه الاستيراد والعاديه ان شاء الله باذن الله هنوضحها. الشاسيه طبعا ده قلنا ده مش الشاسيه الاستيراد، ولكن ده كان نزل فتره في المكنه البراند اللي كانت نازله قبل كده، والدايل 40 البراند، بس عشان تبقى الناس عارفه الفرق بينهم.